عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي متابعي ومتابعاتي الوفيات. بعد الصلاة والسلام على نبينا محمد. اليوم رجعت لكم بوصفة حلوة تاع سهرة تاع يعني كامل نحبوها كامل نشروها. بصح بعد هذا الوصفة اللي نحطها لك اليوم مزيدش تشريها، ديريها بيديك الله الله لوليداتك وتعرفي روحك واش راكي تاكلي في الدار، ومنها تقتصدي شويه لاخش راهي غاليه شويه في المحلات. الوصفه تاع اليوم هي تارتوليت فريز. كيما يحب الخاطر، ولا تحبوا ديروها بلي فخوي ولا كيما تحبوا نتوما، تحبوا التزيين يبقى ليكم نتوما تبدلوا كيما تحبوا. فوالا الوصفة تاع اليوم بعد الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نبداو فيها على طول. واش حندير في هذه الوصفة؟ أنا حطيت ريسيبيون بجهة وراني نوزن في الزبدة ولا مارغارين. ديري 125 غرام مارغارين، 125 غرام. أنا نحط هذه الورقة هذه تاع الجيف مع الديول، نحطها فوق الميزان ونوزن عليها باش تسهل عليا شوية العملية. وزنت 125 غرام زبدة، فوالا، ونحطها في لي ريسيبيون هذاك. تكون شويه طريه، ماذا بكم الزبده تكون خرجتوها من فريجيدار يعني واحد الساعه ولا ساعه ونص ولا ساعتين قبل. نوزنها نحطها في داك لي ريسيبيون. دوكا نبعدوها بجهه ونبداو نحط في المكونات الاخرى. عندنا السكر، سكر غلاس. في البدايه نحطو نعمرو كاس، نص كاس سكر غلاسي، ماشي كاس، نص كاس. يعني نعطيكم العبر صغير، تحبوا تدوبليو العبر دوبليو كيما تحبوا. انا نعطيكم العبر هكذا وانتم دبروا راسكم. المهم هذا العبر ديروا في بالكم باللي يخرج لكم ان تخت كبيره خبزه يعني مدوره، ويخرج لكم معاها 6 صغار، وانتم واش تحبوا. فوالا درت هنا نص كاس سكر غلاس، نصفيه، نديرو بالصفيه كما راكم تشوفوا هكذا، نصفيه باش ما يكونوش هذوك الحبيبات. فوالا نحاولوا نصيروها مليح هكذا. فوالا كي نصفيوه نكملوا في المكونات اللي بقاو. عندنا فانيلا مغرفه ولا مغرفه ونص، انايا المغرفه عليه صغيره درت مغرفه ونص فانيلا. انا نحب الريحه تاع الفانيلا بزاف في هذا لاطاخت. نديرو قرصه ملح مع العجينه باش ما تجيناش العجينه صامطه، ونبداو نمزجو في ذوك المكونات مع بعض. نخلطوا الزبده مع سكر غلاس حتى تولي لنا كومان كريمه طريه فوندو. فوالا نخلطوهم مليح حتى ينسجموا مع بعض. بعدها نكملوا نديروا حبه بيض. فوالا نديروا حبيبه بيض ونخلطوهم ثاني مع بعض. نحاولوا نخلطوهم نمزجوهم مليح هكذا كما راكم تشوفوا. نجبدوا كامل هذوك الحواف منا ومنا باش تتخلط لنا مليح الزبده مع البيض، الزبده والسكر مع البيض. نحاول نحلهم يعني يكونوا كور، نحاول نحلهم مليح. فوالا بعدها واش نحتاجو هنا؟ عندنا نحتاجو نص كيس خميره كيميائيه. انا عبرت يعني عيني ميزاني نص كيس، شفت درت نص كيس وخليت نص. ونديرو معاهم زوج كيسان فارينه. انا الفارينه تاعي راهي مغربله هنا من قبل، وانتم اللي مشي مغربلينها غربلوها باش تجيكم النتيجه افضل. زوج كيسان فارينه
نخلطو مليح، نخلطوهم كامل مليح حتى ينسجموا لنا مليح مع بعض، وحتى تولي لنا عجينه طريه. انا هنا لقيت الفارينه ابيبري ما كفاتنيش، هي نورمالمون الوصفه يجي فيها 2 كيسان فارينه، بصح كل فارينه وكيفها، كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. على ذاك رحت زدت لها شويه، يعني عبر واحد 2 مغارف ولا، باش نطمت لي العجينه تاعي مليح. نحاول نطمها مليح بين يديا هكذا بلا ما ندلكوها، يعني نطمها برك. بعد اللي نطمها نحطها فوق البلون دو طرافاي، نحاول ندلكها، نعطيها 2 دلكات خفاف غير باش تولي لي يعني ليس من برا. نلموها مليح كما راكم تشوفوا. بعدها نحطها بلون دو طرافاي، نلمها يعني نديها ونجيبها شويه باش تولي لي ليس وصاي، وتكون واجده العجينه تاعنا. هكذا شوفوا كيفاش تجي، كي تدخلي صبعك فيها شوفوا كيفاش تجي طريه، تجي يعني صابلي. نجيب لها ورقه تاع بابي فيل ونغطيها ونخليها ترتاح، خليها ترتاح يعني واحد ربع حتى نص ساعه. بعدها نعاود نجيبها نفتحها كما راكم تشوفوا، نفتحها مليح ونعمرها في القوالب تاعها. فوالا تفتحوها بالحلاب، ولا تحبوا ديروها كرات صغار وتبداو تحلوا فيهم، تضغطوا داخل المول بالعقل بالعقل وتفتحوا كيما تحبوا اللي تساعدكم. انا ساعدتني اني نفتحها خير، وانتم ديروا اللي تخرج عليكم، هي الصح كاع في الوصفه. وسيسوا عليها بشويه لاخاطش راهي صابلي يعني تتفتت. نجيب المول تاعي ندخلها هكذا في المول، نحاول نضغط بيديا بالعقل 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 ونخرج الحواف باش ما تكونش خشينه في الوسط ولا خشينه في الاطراف، تكون متوازنه. بعدها بالحلال شوفوا نضغطوا عليها هكا بالحلال يخرجوا دوك الحواف، يخرجوا هايلين. نحيو العجين الزائد برك، نحيو العجين هذاك الزائد. فوالا هاي واجده معانا، نثقبوها بالفرشيطه هكذا باش ما تطلعلناش في الوسط، ولا نضمنوا انها ما تطلعش. نحطوها في الكونجيلاتور ونخلوها تبرد مده 20 دقيقه باش كي ندخلوها في الفور الشكل تاعها ما يتغيرش. وانا كنت عمرت 6 قوالب اخرين صغار وحطيتهم معاها. هنا جيت درت 2 كيسان حليب في كاسرونه باش نخدموا لا كريم باتيسيير. جيت بجهه درت في ريسيبيون حبه بيض، فوالا، وندير معاها السكر، نديرو 4 حتى 5 ملاعق سكر عاديه، ماشي سكر كلاص، سكر عادي. انا ندير غير 4 مغارف برك، لاخش من بعد نديرها كريمه دبلومات وندخل عليها شونتيي، والشونتيي حلوه، على ذاك ما حبيتش نكثر الحلاوه، درت غير 4 مغارف، وكل واحد واش يحب، كاين اللي يحب الحلو بزاف. نخلطهم بفوي حتى ينسجموا مليح، حتى نعرف بلي السكر ذاب لي في البيض. نحاول نخلطهم مليح هكا بسرعه باش يتخلطوا لكم مليح. لو طون اللي غلينا داك الحليب تاعنا يسخن مليح يولي درجه الغليان. فوالا شوفوا بدا يبيض لنا الخليط تاعنا، يعني البيض انسجم مع السكر. كي نعرفوا بلي انسجم لنا البيض مع السكر نجي نضيف نديرو قرصه ملح في هذه الكريمه، ونجيبو المايزينا عندنا 2 ملاعق ونص مايزينا نشا، يعني مايزينا ونشا. وعندنا مغرفه فانيلا ولا مغرفه ونص فانيلا، قلت لكم انا نحب الفانيلا على ذاك نكثر دائما، هي نورمالمون مغرفه برك. ونخلطهم مع بعض كيف كيف، نخلطهم ثاني حتى ينسجموا مع بعض مليح مليح. كي ينسجموا مليح نجيب الحليب هذاك اللي راهو اللي راني غليته ونضيف بشويه ونخلط بشويه ونخلط ما يتكورناش، نضيف غير بالعقل ونخلط ونخلط لو يغلي الحليب، نضيف بشويه ونخلط باش ما يديرلناش الكوار هذوك الكويرات هذوك.
ونعاود نرجع ذا الخليط في الكاسرونه تاعنا تاع الحليب ونرجعو فوق النار. شوفوا نعاود شغل شللت كاع الريسيبيون ما خليت فيه والو. نعاود نرجعو فوق النار ونبدا نخلط ثاني بالفوي، نخلط مليح حتى يثقل لنا الخليط تاعنا، حتى يولي ثقيل. تحصلوا على كريمه باتيسيير تكون ليس ثقيله. فوالا هنا بدات تثقل لي الكريمه تاعي. شوفوا بدات تثقل لنا مليح. نطفي لها كي تثقل، نطفي لها صاي، ونزيد نبقى نخلط فيها باش نضمن باللي راهي ليس. شوفوا رجعت ليس، رجعت هايله. بعدها نفرغوها في ريسيبيون اخر اللي يدخل للثلاجه الكونجيلاتور. فوالا نفرغوها في ريسيبيون هكا، ونضيفوا عليها مغرفه تاع زبده مادام راهي سخونه، نضيفوها عليها ونخلطوها معاها حتى تذوب الزبده فيها. فوالا نخلطوها معاها حتى تنسجم معاها مليح وتذوب الزبده تاعنا. فوالا نحاولوا نذوبوها مليح. بعدها يعني نسويو السطح تاعها، نلموها هكا نسويو السطح تاعها مليح ونغطوها بابي فيل وندخلوها الكونجيلاتور تبرد. لازم نسحقوها تكون بارده مليح باش نطلعوا بها شونتيي. فوالا البنات اللي ماش دارت لي ابوني تفكرني بابوني، تضغط على الجرس يوصلها كل جديد، خاصه الوصفات الرمضانيه وايامات العيد يجيكم وصفات تاع حلويات العيد اقتصاديه وسهله. واللي تحب تتكرم عليا بجام وتعليق ما نقولش لا يعني. فوالا ديروا البابي فيلم بصح يكون اون كونتاكت مع الكريم باتيسيير هذيك كريمه باش ما يديرناش الطبقه هذيك القشره هذيك اليابسه. فوالا يكون اون كونتاكت هكذا وندخلوه الكونجيلاتور. شوفوا اني خرجت هذوك اللي مول تاوعي مع الخبزه الكبيره هذيك لا تخت راهم جامدين. دخلتهم للفور كان سخون وخليتهم يطيبوا، ما ياخذوش وقت طويل في الطياب، يا ربي 20 دقيقه ولا حتى نص ساعه لا كثروا. بعدها كي بردت لي هذيك الكريمه باتيسيير هذيك خرجتها درتها في الريسيبيون هذاك تاع البيتخا. راني حنطلعها واللي عندها باتوغ طلعها بالباتوغ. انا الباتوغ خاني يخسر لي، راني حنطلعها بالبيتخا. عبرت هذا الفنجال هكا تاع شونتيي، فنجال تاع قهوه حليب شونتيي، يعني عبرت تاع كاس هذاك تاع ام وليد ناقص اصبع شونتيي، ضفتو عليها وطلعتهم مع بعض على اقصى سرعه باش تولي لنا يعني كريمه دبلومات. دوك تشوفوا كيفاش تخرج لنا شابه، تخرج هايله. مام المذاق تاعها رائع ما تنشبعش. فوالا نطلعوها مليح باش نعمروا بها لاطاخت تاعنا. هنا راهي طلعت لنا، شوفوا كيفاش خرجت هايله وثقيله. شوفوا شابه وبيضه، شوفوا اللون تاعها كيف يتبدل. نجيبوا لاطاخت تاعنا بعد ما طابت. انا شعلت لها من تحت كي شفت الحواف حمارو، شعلت لها من فوق شويه، اخذت شويه حميران وجبتها. دونك نبداو نعمروها. حطيتها انا في بلا ولا حطوها في طبسي كبير ولا كما تحبوا، ونعمرها بهذيك لاكريم دبلومات اللي عندنا. كيما ليمون صغار انا ما كفتنيش الكريمه ليمون صغار، حبيت هذوك ليمون صغار ومن بعد ما درتهمش في ذاك النهار، خليتهم قلت نديرهم كريمه شوكولا ولا نديرهم الاخر نديرهم تحت سيترون ولا نقدر نستعملهم في اي حاجه اخرى. الكريمه يعني هذه الكميه تاع الكريمه كفتني لهذا لاطاخت الكبيره برك. اللي تحب تعمر الصغار ثاني بالكريمه
يعني تزيد في العبر، دوبلي العبر برك، دوبلي العبر يكفيها. فوالا تعمروها هكا ولا تحبوا تعمروها بالبوش؟ انا عليه راح نزينها بالفريز، ما حبيتش نعمرها بالبوش. فوالا فوالا كما كنتوا تشوفوا نسويو السطح تاعها مليح مليح، نحاولوا نخدموها مليح باش نجو لمرحله التزيين. ودائما مرحله التزيين تقعد اختياريه، تقدروا هكذا وتزينوها بالتشينا مادام راه التشينا راهي الله يبارك كاينه. تحبوا تدخلوا عليها تفاح، البنان ما ننصحكمش به ل 50 في الكيلو، يعني كاتاستروف ما نلحقوش عليه. الكيوي كيف كيف، تحبوا تزيدوا لها نتوما الكيوي تزيدوا لها البنان، عندكم القدره، الله يسهل عليكم وبصحتكم. فوالا انا زينتها غير بالفراز، فرازه كاينه وماهيش غاليه، زينوها بالفراز هكذا كامل بالطرف الطرف، يعني التزيين يبقى لكم نتوما. انا هنا عندي شويه جيلاتين، كنت درتو في ريسيبيون هكا تاع صغير، درت 5 مغارف جيلاتين غبره حلاله، وزدت عليه درت بلوتو غلط، درت مغرفه تاع جيلاتين غبره، ركزوا معايا، مغرفه جيلاتين مع 5 مغارف ماء بارد، مغرفه جيلاتين مع 5 مغارف ماء بارد، خليته واحد شويه شرب، شتو كيفاش شرب هذاك الماء، ولا ناشف ما يقدرش يتنحى كامل من المول، من الريسيبيون هذا. بعدها كي تحبوا تخدموا به كيما هنا دخلته ميكرووند شويه ذاب لي، وبديت نعمر به نزين به من الفوق ما يكحلوليش لي فخوي وبيعطيني ديك اللمعه. تحبوا ديروه في حاجه سخونه عادي، الا كنتو حابين ديروه في لاكريم باتيسيير، يعني مباشره نرموه في لاكريم باتيسيير سخونه يذوب لكم، ينسجم معاها ويذوب. انا ذوبته باش نزين به وجا بزاف هايل. ولا تحبوا تزينوها بلا جولي، انا مشريتش لا جولي صراحه، وليت نشريها وما نستعملهاش بزاف، تخسر لي باطه كبيره وتخسر، على ذاك استعملت جيلاتين خير، نستعمل منه بالغبره وقت لي نحتاج. فوالا نزين بها كامل فوق، منها يعطينا المعا، منها يخلي الفخويت تاعنا ما يكحالوش. فوالا وراهي واجده معنا لا تخت تاعنا دوك تشوفوها. اليوم عيد ميلاد وليدي وجا في رمضان، على ذاك خيرت ندير له لا تخت هذه لخشي يحبها بزاف، ومنها رمضان وما نقدوش ناكلو باتيسري في رمضان. فوالا شوفوا كيفاش جات هايله بعد ما حطيتها في فريجيدار بردت شويه في السهره، حطيتها له فرحته بها، ربي يطول لي في عمره ان شاء الله. وهنا بعد ما قسمتها وريتها لكم مقسومه، شوفوا جات رائعة، جات هايلة وهشة وبنينة وخفيفة. بصحتكم، ان شاء الله تعجبكم الوصفة، وإلى اللقاء إلى وصفة قادمة إن شاء الله.